هو راجل غريب ومحير اساسا لكل الجماهير. بص يا سيدي، جوارديولا متعود على ماتش كل 3 ايام وكل اسبوع، والحياه بتمشي حلوه ومفيش اي مشاكل بالنسبه له، ومتعود دايما ان هو يعمل روتيشن والطريقه الفلانيه ايه والطريقه بي، وكل حياته كوره في كوره. هل هيقدر يعمل ده مع المنتخبات؟ هو مش هينفع نحكم عليه لان احنا ما شفناهوش بيدرب منتخبات قبل كده، لكن وجهة نظر برضه هنقولها عشان يبقى الدنيا واضحة بالنسبة لنا. جوارديولا كده كده هيفرض طريقة لعبه سواء على الفرقة اللي بيدربها او على الفرقة اللي هتيجي تلعبه، لكن الجديد عليه ان هو مش هيبقى عنده ماتشات متتالية زي ماتشات دوري وكاس ودوري ابطال اوروبا او غيره، يعني هيبقى محدود ومتوقف على ماتشين التوقف الدولي فقط. يعني من الاخر كده صعب عليه بقى يعمل الروتيشن ويخش في صراعات مع لعيبه وكل ده كوم، وتبديل المراكز اللي هو بيعمله مع معظم اللعيبه اللي بيلعبها ده كوم تاني خالص. متهيألي الموضوع مختلف مع جوارديولا في الفتره اللي جايه، واعتقد ان ده اكبر تحدي واكبر اختبار لجوارديولا عشان يثبت ان هو فعلا عبقري.